السلام عليكم حبايبي. نبدأ معاكم النهارده. هنقدم منيو بأكلات بسيطة واقتصادية، وطبعا نظرا للظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، وطبعا علينا وعلى كل الناس. فبنعمل ايه؟ مقدمه لكم وجبة كشري. طبعا كشري اسكندراني خفيفة وجميلة بأشكال متنوعة، على أساس ترضي أذواق كل اللي حابب، كل أولادنا، لنا كلنا، وبشكل جميل بأقل التكاليف. وبصي فيها انواع، ممكن تعملها اي بيضتين مثلا مع حبه رز، مش هيكلفوكي اي حاجه. وبرضو عندنا اكله تانية، بصي بنفس الشكل برضو، البيضه او بيضتين بنقطعهم بطريقه حلوه مع حته طماطمايه بشويه خضره، وبتبقى اكله اقتصاديه وحلوه جدا. برضو بشكل تاني اهوت، برضو نفس الشكل الكشري الاسكندراني الجميل مع حبه بطاطس. انت تقدري تشكلي ببيتك ومع اولادك باي طريقه عيالك بيحبوها. هنا برضو عندنا برضو اهو الكشري برضو المصري بطريقه شكلها جميل جدا. ويا ريت لو يعجبكم مثلا المنيوهات اللي احنا بنقدمها تقولوا لنا في التعليق، ودي حاجه جديده طبعا بنعملها. هنا برضو عندنا ممكن باقل التكاليف وجبه سمك، بجيب على قد عدد افراد اسرتي سمكتين ثلاثه، مع حبه رز ابيض، مع حبه رز مثلا اللي هو بصياديه، وبتعدي. وطبعا ايه، من غير تبذير. اربع خمس سمكات، في سمك كبير سمك صغير، انت حسب ايه امكانياتك. ممكن اهم شيء طبق السلطه، بتعملي حبه رز صغيرين، كم سمكايه على عدد افراد اسرتك، وبتعدي. برضو ممكن نجيب بص حبة رز اهوت احمر، حبة رز ابيض، على حسب ما اولادك بيحبوا. وبعد الاسره مش لازم اكل 3 4 سمكات، لا، كل واحد ممكن سمكايه سمكايه ونص، وشويه سلطه جنبهم مع حبه بطاطس، وبنقضي اليوم برضو وبيعدي. وبرضو في مثلا ايام بتبقى ايه، صرفت 20 30 جنيه، ممكن بقى عايزه يوم برضو فيه لحمه او فيه مثلا فراخ. اليوم اللي انا وفرت فيه ممكن في اليوم التاني ازود شويه، مثلا لو كان كلفت 20 30 جنيه في يوم، لا اليوم التاني اعمل 50 جنيه، اجيب لي ربع كيلو لحمه او ربع كيلو فراخ بانيه. ماشي. عندنا وجبه قرنبيط، برضو نفس الشكل. القرنبيطه مش لازم اجيب قرنبيطه كلها واعملها، ممكن نص قرنبيطه وتكفيني انا واولادي، وشويه بطاطس جنبهم كده او حته جبنه قريش. والاكلات دي بتبقى جميله مع بصي كشري مثلا، حبه اللي هو القرنبيط، برضو ممكن اقطع عليه شرايح بيض مسلوقه مع عودين بقدونس، انا شكل طماطميتين، وبيبقى مغذيه وجميله جدا برضو. بشكل تاني للقرنبيط ان هو بيبقى مسلوق وتقطعيه، بلاش نعمله بيض وبلاش نكلف، لا نسلق البيض ونقطعه عليه، ودي بتبقى جميله جدا برضو، طعمها خطير. يعني في اكلات كتيره ممكن تنوعي فيها وبتكاليف بسيطه. ممكن اعمل برضو بص القرنبيط يعني اشكال كتيره جدا. ممكن مش لازم تعمليه مثلا المسلوق او معمول في البيض اللي هو الايه زي البيض اللي هو زي الخلطه بتاعته، لا انا ممكن اقطع البيض عليه برضو، هيبقى مغذي، ويبقى ايه وجبه متكامله ووجبه اقتصاديه وجميله جدا. هنا برضو كهو انا عملت في يوم قرنبيط وكلام من ده كله، ممكن اعمل في اليوم بانيه. ممكن اعمل اللي هو البانيه الكداب، اللي انا بفرم البانيه واعمله مع حبه مكرونه، وبرضه حمر ولادي في البيض والبقسماط والفيجيتار والكلام ده كله، واقدمه مع طبق السلطه، حبه مكرونه سباكيتي، حبه مكرونه قلم. انت بتشكلي لاولادك برضه باقل التكاليف، والحاجات دي ولادنا بيحبوها. فبرضه بس لازم ما اكترش في الوجبه، ما اجيبش نص كيلو بانيه لو انا مش معايا، لا ممكن اجيب ربع كيلو بانيه واشكله. واحلى حاجه بقى طبعا الكشري بتاعنا المصري، جميل جدا برضو، كله ربع مكرونه على ربع مكرونه مشكله، وشويه العدس، ربع كيلو عدس بجبه، وهتقضي الايام ان شاء رب العالمين وتعدي من الازمات دي. وانت كل واحده عارفه مصروفها وعارفه بيتها بيمشي ازاي. لا بدل ما اكتر واعمل حله كبيره، لا على قد الامكانيات وتمشي وتعدي الايام. ماشي. برضو حبة دقيق، نص كيلو دقيق هيعمل لك بيت زيتين حلوين بشوية خضار مشكل عليها. مش لازم اجيب مثلا جبنة موتزاريلا، ده انا لو جبت هجيب كيلو واركنه عندي في التلاجة واخد منه حبة بحبة، مش لازم اكتر قوي، حبة بس على القد كده. برضو اسمي كلت وجبة حلوة وعيالي بيحبوها. ونص كيلو طماطم اضربهم في الخلاط واسويهم، برضو هيديك الايه الصلصة بتاعت البيتزا. فانا الاقتصاد بتاعي بايد الست، هي اللي تقدر ايه بتتحكم في اقتصادها وفي مصروف البيت بتاعها، وتدبر امورها بالايه باللي يرضي ربنا وبيرضي برضك ايه دخلها ومصروف البيت بتاعها. ماشي يا حبايبي. فكلنا بنمر بنفس الظروف دي. برضو البيتزا هيبقى اشكالها كلها حلوه وافكار جميله. فلو كان يعجبكم المنيو بتاعنا دهوت، ممكن ايه ده منيو اسبوع، برضو نقدم الاسبوع الجاي افكار تانية برضو واكلات تانية. فلو عجبكم ان شاء الله يا حبايبي وصلتوا معانا لحد الفيديو ده،
تبداوا تشيرونا برضو. ربع كيلو برضو ممكن الكيلو ب 140، ممكن تجيبي لحمه جملي او لحمه كبيره 35 40 جنيه ربع كيلو، وتعملي منها التشكيله الجميله بتاع الجلاش، واسمك اكلتي ولادك الاسبوع ده باقل التكاليف. اكلتيهم الفراخ ما حرمتهمش، ونفس المكرونه باللحمه وما حرمتهمش من اي حاجه. يوم كده ويوم اجيب حته بطاطس وحته جبنه قريش ومش عارفه ايه، وحمر حتتين بتنجان وتعدي. وفي اكلات تانية برضو خفيفه ممكن تعملي في الفطار، فطار مثلا فول، او تفطري يكون مثلا حته جبنه، وفي الغدا تعملي طبق فول حلو كده زي اللي احنا شايفينه قدامكم ده، فول بطماطم بالبصل. تعمليه لولادك الاول بصل وفصين توم، بعد كده وتروح حاطه الصلصه، وبتبقى وجبه جميله، وشويه بطاطس محمره جنبها تبقى اكله، شويه عودين جرجير وبتقضي، والاكل بيبقى جميل. ممكن شويه فول برضه نعمله بالبيض، بتبقى اكله جميله، وعودين جرجير جنبها وطماطميتين. احنا المصريين الحمد لله ما بنغلبش. الاكلات كلها بنحب الاكلات، وبنحب نعيش على عز، وبنعيش شويه كده حسب ايه وضعك. مره معاكي فلوس، مره معاكيش، احنا عايشين الحمد لله وراضيين الحمد لله. ربنا يرضينا يا رب ان شاء الله. وتبقى الايام الجايه ان شاء الله احسن من كده. وطبعا الفول بانواعه قدامكم اهو، وان شاء الله تعجبكم افكارنا. وان كنتوا وصلتوا ما تنسوناش باللايك والشير، ما تنسوش تدعمونا. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في المنيو ده. والسلام عليكم. بصوا حبايبي، وكل الحاجات اللي احنا قدمناها دي كلها موجودة عندي على القناة، كل الأكلات والوصفات اللي بقولها لكم موجودة كلها على القناة. فإن شاء الله اللي عايز يبص ويرجع لها يشوفها على القناة، كلها معظمها موجودة. يا رب يعجبكم طبعا، وما تنسوناش من اللايك والشير. ولو المنيو ده عجبكم يا حبايبي ما تنسوش تكتبوا لنا في تعليقاتكم، وإن شاء الله عشان نقدم لكم أفكار جديدة وإيه ومنيوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.